من أغرب القصص التي سوف تسمع بها. أنا الآن في المكان الذي سوف نروي منه القصة. إنها أعمدة وفرسان ولصوص وجن بالليل. مكان آمن إلى مكاننا هذا، أعمدة إلى فرسان. هذه هي قناة حقائق وأساطير أبو الأيهم. نقدم كل ما هو فيه الحقيقة ونفرق بين الغموض والأسطورة، فتابعونا على قناة حقائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم لدينا قصة غريبة وقد حصلت في هذا المكان الذي أنا فيه. القصة تتحدث عن منطقة سكانها يسكنون بجنب الشاطئ، وهم صيادون لديهم قوارب صيد. قواربهم محملة بالشباك. الغريب في الأمر إنهم في أواخر سنة 1940 في أواخرها بدأ سرقة أشباكهم من قواربهم، لا يعرفون من يأخذها. مر هذا الوضع لأكثر من سنة و3 أشهر. كلما أتوا بشباك جديدة في اليوم التالي لا يجدونها، من يأخذها لا يعرفون. تمضي الأيام ويضيق الحال على أهل المنطقة. استدعوا كل من شكوا فيه ولكن بلا فائدة. يوم من الأيام أحد الرجال كان يتمشى على الشاطئ. بعد صلاة الفجر وجد رجل ملقى على الشاطئ. ذهب إليه وحمله بعيدا عن الموج. نادى في أهل المنطقة وأتوا إليه مسرعين. ماذا حصل؟ إنه رجل وكأنه فارق الحياة، ولكن أحدا منهم كان فطينا، ذهب إليه وتلمس رقبته، يوجد به نبض، إنه حي. حملوه إلى بيتهم وبدأوا بمعالجته. قام الرجل من سباته. أين أنا؟ أنت معنا في مكان آمن، ماذا حصل معك؟ قال: آتوني بالطعام والماء ثم أخبركم. آتوه بالطعام والماء وشرب وأكل، وبعد ساعتان قال لهم: إن مركبنا في وسط البحر، أتتنا موجة كبيرة وتحطم المركب، ولعل كل من عليها قد توفوا، وأنا بين أيديكم الآن ولله الحمد. الحمد لله على سلامتك. من أين أنت؟ أخبرهم إنه أتى من بلاد فارس. يجب علي أن أعود. كيف سيعود؟ علينا أن نعطيه أحد قواربنا حتى يستطيع العودة بها. وجد الرجل أنه في اليوم التالي يبدأون أهل المنطقة بالشتم والعواء ويبكون على ما يحصل معهم. ماذا بكم؟ إنه يوجد لص بيننا يحمل الشباك، وإذا حمل الشباك أين يذهب بها؟ المنطقة بأكملها تبحث عنه. إن قواربنا لا تزيد عن 12 قاربا، وشباكنا نصنعها لأكثر من 5 أيام، وإن كانت شباكنا ذا طول أكثر تأخذ علينا شهر في تصنيعها، فيأتي هو بالليل ويحملها. ولكن السؤال الذي نسأل أنفسنا به: كيف يستطيع أن يحمل شبكا يزن وزنه أكثر من 120 كيلو؟ إنه كل ليلة يأخذها. نراقب الليل بأكمله، ما أن نغفو قليلا إلا ولا نجد الشباك. أين تذهب الشباك يا ربي؟ الجميع متضايق ومحتار. قال لهم الرجل: أنا اليوم سأجلس أمام القوارب وأنظر من الذي سوف يأتي، لا عليكم. بعد منتصف الليل ذهب هو وجلس أمام القوارب. انتظر طوال الليل، لم يأتي أي أحد، إلا إن الشباك قد اختفت. أتوا إليه: كيف؟ قال: لم أرى أحد، ولكن الشباك اختفت. دعوني أفعل شيئا ولعل الأمر فيه سر. وافقوا عليه وقال: خذ ما شئت، ولكن خلصنا من هذا الذي يفعل بنا هذا.
قال عليكم أن تساعدوني كي أرجع إلى بلادي. إني أريد أحد القوارب التي معكم أصل بها إلى بلادي، فلدي أولاد وزوجة. قال ماذا تريد منا؟ قال خذوا 6 من الأعمدة وطوقوا به المكان. قاموا وأخذوا 6 من الأعمدة وطوقوا المكان ب6 أعمدة وكأنهم حرس. بعد ذلك جهزوا له القارب واستعد للذهاب. قال لهم بعد أن أصل إلى بلادي والمتوقع يكون 3 أيام، بعد 3 أيام سيظهر القمر بدرا، لا تأتوا إلى البحر لمدة 3 أيام غيرها. بعد 3 أيام انظروا ماذا يحدث، وإن رأيتم أي شيء فلا حاجة لكم أن تسألوا أو تكثروا السؤال، وبعد ذلك لن يغيب شيئا منكم، يتبارك رزقكم ويتوفر مالكم ولا يسرقكم أحدا بعد هذا. وانصرف عنهم. وتمضي 3 الأيام ويأتي 3 أيام التي ظهر فيها القمر. في اليوم الثالث التي ظهر فيها القمر سمعوا رجلا ينادي لصوصا على البحر، لصوصا عند الشاطئ، لصوصا عند قواربنا. خرج منهم كبيرهم وقال لهم ألم يقل لنا الرجل بعد 3 أيام لا تكثروا السؤال ولا تسألوا ولا تتحدثوا عن شيء؟ ما الذي يأتي بك أن تصرخ علينا لصوص؟ اخرس والزم صمتك ودعنا نرى ماذا يحدث في اليوم التالي. في اليوم الرابع ذهبوا ووجدوا شباكهم مكانها لم يسرقها أحد، ووجدوا كل شيء مكانه، الأعمدة مكانها. بعد 5 أيام وجدوا 6 الأعمدة تحولت إلى 6 رجال فرسان لا يتحدثون أبدا، إنما جالسون مكانهم لا يتحدثون ولا ينظرون إلى أحد، فقط كأنهم حرس للمكان. وإلى ذاك اليوم إلى يومنا هذا يقولون إنهم يتحولون إلى فرسان الأعمدة، وما زالت الشباك مكانهم، وكلما تضعه هنا لا يختفي ولا ينسرق. إلى يومهم هذا يتركون سعيرهم ويتركون مراكبهم وشباكهم وكلما أغلى ما يملكون لا يسرقه أي أحد. سبحان الله كيف يحدث هذا.